قصه حياة إسماعيل ياسين. تمر اليوم ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان الفنان القدير إسماعيل ياسين ابن محافظة السويس، ونستعرض في السطور التالية عدد من محطاته خلال حياته الفنية. ولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر عام 1912 مترا، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحل في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلا يافعا. التحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي، وعندما أفلس محل الصاغة ودخول والده السجن لتراكم الديون عليه، اضطر الفتى للعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، ثم مناديا بأحد مواقف بالسويس، حتى غادر إلى القاهرة. كان إسماعيل ياسين يعشق أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب ويرددها منذ نعومة أظافره، ويحلم بأن يكون مطربا، ولكنه فشل في ذلك. يعد إسماعيل ياسين من أشهر الفنانين الكوميديين في مصر، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة والمتنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن بين أشهر أعماله التي لا تنس يمكن ذكر الآتي: فيلم ابن حميدو الذي قدمه مع هند رستم وأحمد رمزي وزينات صدقي وعبدال فتاح القصري، وهو فيلم كوميدي اجتماعي. فيلم الآنسة حنفي الذي شارك فيه مع زينات صدقي ونجيب سليمان، وهو فيلم كوميدي لعب فيه دور الرجل والأنثى، والذي بمجرد مشاهدته ترتسم البسمة على شفاه المشاهدين. فيلم حماتي ملاك الذي شارك فيه مع ماري منيب وأمال فريد ويوسف فخر الدين، وهو فيلم كوميدي حيث جسد فيه إسماعيل دور حانوتي، ولكن بطابع كوميدي لا يخلو من القفشات الكوميدية. فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول الذي شارك فيه مع زهرة العلا وأحمد رمزي وعبد المنعم إبراهيم، حيث يعتبر من أنجح أفلام الراحل إسماعيل، والذي جمع العديد من نجوم الفن والكوميديا في ذلك الوقت. فيلم عفريتة إسماعيل ياسين الذي شارك فيه مع كيتي وفريد شوقي وماري منيب، وهو فيلم كوميدي خيالي يتناول قصة شاب تقع في حبه عفريتة، والتي تجبره لمعرفة قاتلها. فيلم إسماعيل ياسين في الجيش الذي شارك فيه مع رياض القصبجي وسميرة أحمد وعبد السلام النابلسي، وهو فيلم كوميدي من الدرجة الأولى. فيلم العتبة الخضراء الذي شارك فيه مع صباح وأحمد مظهر، وهو فيلم كوميدي درامي يتناول قصة شاب ساذج يأتي من الصعيد ويقع فريسة نصاب يجعله يشتري ميدان العتبة. فيلم الفانوس السحري الذي شارك فيه مع عبد السلام النابلسي وكريمان وشريفة ماهر وخيرية أحمد، وهو فيلم كوميدي يتناول قصة شاب يحصل على فانوس سحري يحقق له أمنياته. أحد أهم الكوميديانات في تاريخ الوسط الفني، كان صاحب بصمة واضحة لا تتكرر أبدا، إذ استطاع الفنان إسماعيل ياسين أن يرسم البسمة على الشفاه ويدخل البيوت دون استئذان، ليحتل مكانة كبيرة في القلوب، سواء من خلال السلاسل السينمائية أو على خشبة المسرح،
كانت إفيهاته حاضرة طوال الوقت وما يزال يرددها محبيه رغم رحيله منذ أعوام كثيرة. كان إسماعيل ياسين صاحب ضحكة مميزة، يتمتع بهوايات مختلفة بعيداً عن الفن والتمثيل والوقوف على خشبة المسرح، جعلته يعيش الحياة بشكل مختلف، وربما كان يستلهم منها الإفيهات وقصص الأفلام الذي أداها مكتبة خاصة به وتلحين مونولوجات. كان عنده مكتبة وخطه حلو، بالرغم إنه مكملش تعليمه، عبارة واصلت من خلالها سرة ياسين الحديث عن هوايات أبو ضحكة جنان مضيفة. كانت مكتبته تضم مجلدات وكتب مهمة، منها كتاب ذهب مع الريح. كان بيحب تلحين المونولوجات بنفسه، ومتابع للأخبار بشكل جيد، بيحب يعرف أحوال العالم من حوله. بخلاف حبه الشديد للموسيقى خاصة الست أم كلثوم،